السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي، أكلة سهلة وسريعة وما تقفش كتير في المطبخ، وكمان أكلة لذيذة. أم، وكمان هقول لكم على مكون لو حطيتوه هيضاعف كمية اللحمة معاكم. عملت ربع كيلو هيزود، نص كيلو هيزود الكمية. ويلا بينا بقى على الطريقة والتحضير. ويا ريت ما تجروش الفيديو وتتفرجوا على كل حتة في الفيديو لأنه هو في حاجات مهمة. ويا رب الوصفة إن شاء الله تعجبكم وبالهنا والشفا مقدما. جبت هنا نص كيلو من اللحمة، عليه نص كيلو من البصل وثلاث قرون من الفلفل. وهنا ده فول صويا حوالي معلقتين. خلاص طبعا ممكن تزودي زي ما انت عايزة، كل ما تزودي. وهنا بليته مية، زودته مية وهخليه بقى على جنب كده لما يشرب المية. طول لو عايزة تزودي كمية اللحمة اكتر زودي كمان منه، مفيش ضرر. احنا بنقول هو غلط على الصبيان بس لما الاولاد تاكله باستمرار. خلاص. هنا بقى جبت البصل، نص كيلو بصل قصاده نص كيلو من اللحمة، وثلاث قرون الفلفل اللي هو الرومي مع قرن حراق، وهقلبهم مع بعض. وحطيت فلفل اسود وشطة، فلفل اسود وملح، بس نسيت فلفل اسود وملح. وكمان نزلت باللية فرمتها، قطعت حتة كده وفرمتها في الكبة. وايه ودي خلطة الحواوشي. هنحط منها معلقة ونص، مش هنحط الكيس كله، الكيس كله يتحط على كيلو اللحم. انا حطيت كيلو ونص، دي طبعا بتخلي الحواوشي طعمه حلو، عامل زي الحواوشي بتاع بره كده اللي احنا بنبقى بناكله بره كده وبيعجبنا بنقول بيعملوه ازاي. فهي دي اقرب ما يكون لايه للجاهز. وقلبت المكونات كلها مع بعضها. خلاص هنا الفول الصويا كان خلاص شرب المية، صفيته كويس قوي قوي من المصفى، وطحنته في الكبة جدا جدا عشان يبقى ناعم زيه زي اللحمة بالظبط. وهقلب بقى كل المكونات مع بعضها. ويا سلام لو سبت المكونات دي شوية في التلاجة بقى، اللحمة تاخد من طعم البصل وتاخد من طعم التوابل وكل حاجة. وجبت العيش بتاع الحواوشي ده، وهبتدي ان انا احشي بيه يعني احشي اللحمة، احشي العيش باللحمة. خلاص واوزعه كويس جدا جدا، اهو اوزع على الحواوشي اللحمة قصدي كويس. خلاص وما سيبش الاطراف فاضية علشان ما تنشفش، لما نسيب الاطراف فاضية مش محشية او فيها لحمة قليلة بتتحروق وبتنشف. فاحنا هنا بنسويه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا وهاجي بعد ما اغطي الرغيف هبتدي ان انا اضغط بايدي كده واوزعه تاني. بس انا عملت التلاتة دول وهعمل بقية الكمية مع نفسي. ده صاج مدهون زيت وعليه الحواوشي. خلاص وهدهنه برضو، هدهن وشه بالزيت عشان يبقى وشه حلو وياخد وش حلو كده وجميل. هيخش على درجة حرارة 200 درجة مئوية، يعني درجة فوق المتوسطة. هيقعد له بتاع نص ساعة في الفرن. طبعا انا هحط الصاج على ارضية الفرن، واول ما ياخد لون من تحت العيش هبتدي اقلبه على وشه على طول. بس كده. والوصفة بتاعتنا خلصت النهاردة. وادي الشكل النهائي ليه، شكله حلو ازاي وطعمه احلى واحلى. ان شاء الله تجربوا الوصفة بكل تكاتها وان شاء الله تعجبكم. واللي وصل معايا لحد المقطع ده بقى ما ينساش يعمل لي لايك واشترك في القناة ويسيب لي تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.